مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. الحقيقة النهاردة من خلال عرض أول هيكون معانا فيلم وثائقي بعنوان بما لا تشتهي السفن. طبعا احنا عارفين كل محافظة من محافظات مصر ليها طبيعة خاصة، طبيعة خاصة في المناظر الخاصة بيها، في أكلات الموجودة والمشهورة بيها، حتى في طريقة كلام أهل المحافظة. الحقيقة النهاردة هنتكلم على محافظة جميلة جدا، محافظة دمياط، طبعا معروفة بحلوياتها بأكلاتها كمان بالسمك اللي فيها، بالذات عزبة البرج. النهارده في فيلمنا النهارده الفيلم الوثائقي بما لا تشتهي السفن هيتناول حياة الصيادين لكن من ناحية أخرى. دايما كل الأفلام اللي احنا عرضناها قبل كده كانوا بيتكلموا على الصيادين عن طبيعة يومهم ماشي ازاي، لكن فيلمنا النهارده الحقيقة واخد خط تاني عن المصاعب اللي بتواجههم، عن كمان هم عايزين ايه او بيطمحوا في ايه. هنعرف اكتر مع احد صناع الفيلم الوثائقي بما لا تشتهي السفن. معنا النهارده سعد صبحي، اهلا بيك. ازي حضرتك عامله اهلا ايه؟ بيك، منورنا. نور حضرتك. قول لي بقى، انت صاحب الفكره؟ لا، الفكره هي كانت صاحب زميلنا، هو قاعد في دمياط، من دمياط اصلا، هو علاء الدين. هو بتاعه بقى في فهو الحته كان بتاعته. فكان الفيلم هو الفكره بتاعته، وهو عايش هناك. فقال ان احنا في عندي فكره عن كذا كذا كذا، وهي كانت الفكره ان احنا نتكلم عن عزبه البرج بشكل خاص، وكمان نتكلم عن مشاكل الصيادين هناك بشكل عام هناك، وان هو بيواجهوا مشاكل كتير من وجود عدم تامينات ومشاكل تانية كبيره جدا في عزبه البرج. فقلنا تمام. نتكلم عن الفكره دي، فاستقرينا عليها في الجروب ان احنا نشتغل عليها. حلو قوي. بما لا تشتهي السفن، المعنى ده او اللي انتوا اخترتوا الاسم ده ليه؟ هو بما تشتهي السفن احنا خدناها ان هو بغض النظر ان هم مثلا بيبقى عايزين ان هم يحققوا حاجات كتير لهم في البحر، ان هم بينزلوا البحر عشان يصطادوا وعشان يجيبوا عدد كبير من السمك ويبيعوه يبقى لهم مكسب كبير منه، فما بيحصلش ده. فده معناه ان اللي هم عايزينه واللي عايزين يحققوه ما بيحصلش. فسمينا الفيلم بما لا تشتهي السفن، لان السفن بتاعتهم لما بتنزل البحر بتكون عايزه ترجع بكميه كبيره جدا من السمك وكميه كبيره من الرزق بتاعهم، فده ما بيحصلش. فدي حاجه بتحصل اللي هم مش فالحاجات اللي عايزينها، هم نفسهم بقى اللي هم نفسهم فيها يعني ما يحققوها. بتحصلش. فبما لا تشتهي السفن اللي هي بتطلع اللي هم كناية عنهم هم. بالظبط. وفي نفس الوقت ان هو بيكون في مشاكل تانية، فهم بشكل عام خدنا الاشخاص دول على انهم السفن، بما انهم كانوا بيبحروا زي مع السفن في البحر، فهي نفس المشكله. فهم تمام. كمان الحياه بتاعتهم مش حابينها، بس في نفس الوقت هم مضطرين ان هم يكملوا فيها لان ما عندهمش مهنه تانية. مم. جميل قوي. وهنتكلم عن الصعاب اللي هم بيواجهوها وكمان مطالبهم ايه، لان هم قالوا المطالب دي يعني وركزوا عليها قوي ومن كذا حد من الصيادين الموجودين. لكن قبل ما نتكلم بقى كده نروح كده ونخلي مشاهدينا يدخلوا معانا بقى في الفيلم بقى، ونروح نشوف جزء من الفيلم الوثائقي بما لا تشتهي السفن، ونرجع تاني نستكمل. خليكم معانا. مش انا بس اللي شغال شغلة الصيادة، ده عزبة البرج كلها هي اللي معتمدة على الصيادة. الحمد لله عمري ما خفت من البحر، بس في اوقات لازم تخاف غصب عنك. بنضطر نشوف برضه الرعب والموت بعينينا، نرجع عايز يطلع تاني عشان هو ده اكل عاشي وملناش مصدر غيره. انا ما اعرفش اشتغل شغلانه الا دي، ودي شغلتي من يوم ما اتخلقت، يعني على قد ما وقعت على الدنيا ودي شغلتي. صناعة الشبكة أنا اتعلمتها من والدي الله يرحمه، وطبعا مع التكرار ولما ابويا توفى بقى حطيتها في دماغي ان انا اتوسع في الشغل فيها. حطيتها في دماغي ان انا مثلا هكبر واخش على المراكب الكبيره الاكبر وحاجات من دي، ان انا مثلا هفتح الشغل معايا بصنعه. اللي خلاني اشتغل في الشبك كان عندنا مركب، وبعدين لما انا كنت مع ابويا وكده ولما المركب راح، طبعا انا برضو ما بعدتش عن الصياده مره واحده. انا ابويا الله يرحمه كان متعلم في الاسطول، كان بيسافر قبل ما يعمل المركب. لما جه طبعا عمل المركب واحنا كبرنا في المركب. لما ربنا كرمنا وتمام اشتغلنا وتمام، ولما حصل الظروف ان المركب راح، اضطريت ان انا عايز ابعد عن الشغل.
مش انا بس اللي شغال شغلة الصيادة، ده عزبة البرج كلها هي اللي معتمدة على الصيد. ورجعنا لكم تاني مع ضيفي النهارده سعد صبحي، وبنتكلم عن فيلمنا النهارده بما لا تشتهي السفن، ونعرف ايه المطالب الخاصه بالصيادين، وخصوصا هم قالوها وقالوا على المصاعب. مطالبهم قالوا في الحته الجزئيه اللي هم قعدوا يركزوا عليها، ما عندهمش تامين، صح كده؟ فكره ان هم ما عندهمش تامينات، ان اي حد ممكن يطلع البحر، ممكن لا قدر الله يفقد حياته او ان هو يحصل له اصابات، فما بيكونش في اي تامين على حياته او حتى تامين على الشغل بتاعه، او حتى حصل له اي اصابه ما بيكونش في تعويض عنها. دي طيب. كانت الجزئيه اللي ركزوا عليها بشكل كبير جدا. والجزئيه الثانيه هي فكره غلاء السولار هناك، وان السولار بقى غالي جدا، ان هو مثلا الرحله بتاعته بتكلفه مبلغ كبير، السولار كمان بيكلف عليه المبلغ الكبير ده، فهو بيلاقي ان هو في الاخر مش كسبان حاجه، او الرزق بتاعه قليل جدا بسبب غلاء خصوصا السولار. هم ارزقيه، يعني ما عندهمش دخل ثابت. بالظبط، ان هو كمان هم بيشتغلوا، يعني في مثلا الشخص البطل بتاع الفيلم بتاعنا، ان لقى ان مهنه الصيد مش مدخله المكسب الكفايه، فقرر ان هو يشتغل مهنه ثانيه جنبيها، في مهنه صناعه الشبك، عشان يقدر يوفر الرزق بتاعه. تمام. فهي فكره ان هم بيلاقوا مشكله في السولار، ان هو بيكون غالي، وكمان بيكون قليل، ان هو بيستنوا كتير جدا عشان يملوا المركب بتاعتهم. هل انتوا بقى بعد ما عرفتوا المصاعب ديت، يعني حاولتوا مثلا تتواصلوا مع احد المسؤولين يعرفوا ايه المصاعب اللي هم بيواجهوها فيبتدوا يتعاملوا معاها؟ هل فعلا وصل حاجه زي كده؟ احنا اعتمدنا ان احنا نصور الفيلم بتاعنا ونطلع بشكل كبير جدا المصاعب اللي الناس دي بتواجهها، ونطلع كمان ان هو فعلا الحياه بتاعتهم صعبه، ان هم الى حد ما الحياه بتاعتهم مش ادميه بشكل كبير زي ما احنا بنشوف، وان في مشاكل كبيره جدا. وقلنا ان احنا نقدر نوصل الرساله بتاعتنا للمسؤولين من خلال الفيلم بتاعنا، وان هو لما يتعرض ان هم يشوفوا فعلا ان في مشاكل كبيره جدا بتواجه الناس دي، وان هم كمان المفروض ياخدوا خطوه ناحيتها. فاحنا قررنا هل انتوا مثلا فكرتوا في الفكره دي اساسا؟ استشعرتوا قد ايه هم المصاعب اللي عندهم ومطالبهم، وخصوصا ان هي مطالب يعني شرعيه جدا وطبيعيه جدا؟ هل انت عشان كده ده سبب عمل الفيلم ده او الفكره دي؟ هو لما كنا بنختار الفكره، فكنا شفنا شويه فيديوهات، شويه حاجات وشويه مشاكل ليهم، وسمعنا منهم كتير جدا. في نفس الوقت احنا لما رحنا صورنا هناك، احنا قعدنا اكتر من 3 ايام تصوير، بعد كده رحنا صورنا يوم كمان. فاحنا شفنا ده من كل الناس اللي هناك ومن كل الصيادين اللي هناك، مش بس المصادر اللي كانت معانا اللي كنا بنصور معاهم، كلهم يجمعوا على دي نفس حاله المطالب. عامه هناك، ان هو لا، في مشكله عندهم، في مشكله كمان في المياه نفسها بتاعه النيل، بقى فيها مشكله التجريف، او ان هو بقى فيها طينه كتير، او ان المركب بيحصل لها اصابات كتير، بتغرس كتير. فدي كانت من ضمن المشكلات اللي عندهم. فلان دي حاله عامه هناك، مش بس الشخص اللي احنا مختارينه، لا دي حاله عامه، ان معظم الصيادين هناك عندهم نفس المشاكل، وكلهم بنفسه في نفس الوقت هم ما عندهمش حد اللي يوصل صوتهم للمسؤولين دول. بالزبط. حتى لو عندهم شيخ صيادين، فهو بحد ما شكل سوري، ما بيعملهمش حاجه. كمان يعني استوقفني كمان المصاعب اللي بيواجهوها، مثلا لو حد تعب في وسط الميه بيبقى صعب قوي، زي ما قالوا مثلا حد جات له غيبوبه سكر مثلا. بالظبط. فصعب قوي ان هم ينادوا له حد. فطبعا دي من المصاعب القويه جدا، مثلا يبقى في عندهم انقاذ، ممكن يكلموا حد، غرفه انقاذ مثلا خاصه بالقوات البحريه، يعني متهيألي يعني ممكن يبقى لهم حل. ده ممكن يكون اوبشن فعلا لو في قوات بحريه على مسافات قريبه من بعض، ان هو لو في حاله انقاذ او في مثلا بالزبط. حاله طوارئ بسرعه ان هم يلحقوهم. لكن ده مش حاصل. هو للاسف ان هو لو الواحد فيهم بيطلع مثلا البحر او بيطلع رحله بحريه، هو بقى طالع ممكن يكون ساب حياته في البيت، اللي هو ممكن ما يرجعش تاني بسبب المشاكل اللي بيواجهها. وزي ما احنا عرضنا مثال، او الرئيس محمود لما اتكلم عرض مثال، ان كان ليه زميل ليه كمان ان هو توفى بسبب غيبوبه السكر. وفي حاجه كمان، هم لما بيكونوا موجودين في البحر هم بينسوا حياتهم بره البحر، ان هو بيقعد في الرحله 20 ل 30 يوم، فبينسى حياته بره البحر. احنا الشخصيه الاساسيه معانا اللي هو الرئيس محمود، لما كان بيتكلم في الفيلم قال ان هو والده توفى، وهو ما عرفش ان والده توفى غير بعديها ب 15 يوم، لما رجع عرف ان والده توفى. كده احنا دلوقتي القينا الضوء كده على المصاعب والمطالب اللي هم بيطالبوها الصيادين هناك. طبعا هنتكلم على فكره بقى كحد متخصص في كليه اعلام وعملت الفكره ديت. اول ما استقريتوا على الفكره اللي انتوا هتعملوها، ايه كان اللي انتوا عملتوه؟ اول عملتوا سكريبت، رحتوا عينتوا المكان، عزبه البرج زرتوها الاول قبل ما تروحوا، ولا اخدتوا ايه؟ قول لي كده عملتوا اول حاجه احنا بنعرفها ان احنا لازم يكون لينا معاينه، بنشوف المصادر اللي ممكن تفيدنا في الفيلم بتاعنا، اللي بيكون عندهم قصه نقدر نحكيها او نتكلم عنها. فدي اول حاجه، ان بيكون في معاينه للمكان اللي احنا هنصور فيه عشان نعرف احنا هنصور ايه، وفي نفس الوقت يكون عندنا القصه نشوفها نتكلم عن انهي قصه.
لان بيكون في قصص كتير، فانت بتختار صحيح. اكتر قصه واي مناسبه زاويه ليهم. زي ما انتوا خدتوا لنا النهارده، بالظبط، ان هو ناقشت كتير عن الصيادين الفيلم بس ممكن الزاويه مختلفه المره بالظبط دي. الفيلم ممكن يتاخد بكذا زاويه، يعني ممكن الفيلم بالظبط. تاخده اصلا تعمله كفيلم سياحي، لان عزبة البرج شكلها جميل جدا، يعني المدينه اصلا شكلها حلو قوي، وهناك معظم البيوت ملونه، وتحس ان هي الحياه هناك لذيذه جدا، بس في نفس الوقت اللي هو لا يعني الدنيا هناك صعبه جدا، بس كشكل لا ممكن تعمل بيها فيلم سياحي كمان. بالظبط. لكن احنا خدناه من ناحيه تانية، فاحنا لما جينا بنختار الفكره بتاعتنا، اول حاجه ان احنا اخترنا معالجه معينه تقدر توصل الرساله بتاعت الناس اللي قاعده هناك، ان عندهم مشاكل معينه نقدر نشتغل عليها. مهم. تمام، بس فركزتوا على ده، ركزنا على كتبتوا بقى الجزء ده. السكريبت ورحتوا صورتوا في المكان. التصوير في عزبة البرج قد ايه زي ما انت بتقول كده جميله، عزبة البرج حلوه قوي. وده كمان حتى بان يعني جمالها، كمان حب الصيادين للمكان، حبهم وعشقهم كمان للبحر والمراكب وحياتهم دي، هم برغم ان هي فيها مصاعب لكن هم عاشقين حياتهم دي. كلمني عن عزبة البرج وجمالها، واللي انتوا كمان حاولتوا تبينوا لنا من خلال المراكب اللي موجوده، يعني انا استشعرت في جمال حتى في المكان. عزبة البرج هناك منطقة جميلة جدا جدا، يعتبر عزبة البرج أصلا من أكبر الموانئ في العالم، بتطلع كمية كبيرة جدا من السمك، ويعتبر أكبر أسطول بحري، اللي هو أكبر أسطول بحري موجود في الشرق الأوسط، مقارنة بتوازي مع كمان موانئ المغرب. فهو المكان جميل جدا، وكمان فيه عدد مركب كبير جدا. انت هناك لما بتكون موجود بتشوف جمال انت عمرك ما بتشوفه حرفيا. لا الناس هناك اصلا شكلها سينماتيك، يعني الناس نفسها شكلهم تحس ان انت بتصور حاجه تراجيديه قوي، وشهم ان هو بيديك حاله اللي انت عايز تصور الناس دي. في نفس الوقت هم هناك عايشين الحاله اللي هم موجودين فيها، يعني هم وشهم يعني معبر عن الحاله اللي وشهم هم معبر موجودين عن فيها. الحياه بتاعته، تحس الناس فعلا الناس دي تعبانه والناس دي شقيانه. احنا كمان الموضوع ده كان خلانا نستفيد جدا واحنا بنصور، ان احنا لقينا حاجات كتير بتحصل واحنا بنصور. احنا مثلا عاملين سكريبت تصوير ان احنا نصور كذا كذا كذا، ففي حاجات بتطلع وانت بتصور زي ايه بتجبرك ان اللي انت قالك في بتصورها. عزبة البرج صورتها برغم ان انت ما كنتش عامل احنا حساب؟ مثلا اتفاجئنا ان في عدد كبير جدا من الاطفال الصغيرين بيشتغلوا في المهنه دي وهم صغيرين جدا، بيكون عندهم 5 و6 سنين، بينزلوا مع اهاليهم البحر وبيشتغلوا معاهم. فدي حاجه اتفاجئنا بيها. احنا كمان لاحظنا هناك ان هو مش كتير قوي اللي ستات موجوده هناك، يمكن موجوده في الوظائف اللي جوه ما بيطلعوش بحر خالص. فدي من الحاجات برضو اللي كانت الوظائف اللي هي زي مثلا يعملوا شبك مثلا في بيوتهم مثلا ممكن. او ان هو مثلا بينظفوا السمك اللي طالع من البحر في الموانئ الصغيره اللي جوه، او في الحاجات الصغيره اللي جوه المحلات الصغيره. دي حاجه كمان ان هم كمان، لان في معلمين كتير قوي، لان كمان ان هم بيعملوا حاجه اسمها زي الحلقه السمك دي اللي بيبقى فيها السمك. ده بتلاقي فيها عدد كبير جدا من الناس، بتشوف انواع السمك كلها. انواع كتير جدا من السمك، انت مثلا بتشوف انواع معينه بتاكلها، لكن لما احنا كنا هناك لقينا في انواع كتير ما كناش نعرفها، وان كل سمك ليه ميعاد معين بيطلع فيه. كل سمك بيظهر في فصل معين من السنه. جميل جدا. هتكلم على مراحل تانية بقى اللي انتوا بعد التصوير، واصعب لقطه انتوا صورتوها، لكن نطلع كده الفاصل ونبين بقى من خلال المشهد ده قد ايه كمان جمال عزبة البرج طبعا موجوده داخل محافظه دمياط. كل سرحة في الشتاء طبعا بنيجي نطلعها، بقول مثلا ايه ما الجو الوحش اللي قابلنا وحاجات من دي، اقول لا ما عادش هطلع خلاص، ارجع اطلع تاني عشان هو ده اكل عاشي وما لناش مصدر غيره. بنضطر نشوف برضه الرعب والموت بعينينا، وبرضه بنرجع نطلع تاني. هو الشتاء اصعب اوقات في البحر. الحمد لله طول عمري شغال وربنا بيكرمني وبكسب، بس مكسبي طبعا انا عندي ظروف بعول عيلتي. طبعا انا عندي اخ عاجز شلل رباعي، الحمد لله الشكوى لله قبل كل شيء. بس طبعا انا خاطب بقالي 8 سنين وبقى عندي 40 سنه وبقى عايز اتجوز. طبعا انا لما بصرف على العيله دي تمام، عندي ام واخويا احسن من اي حاجه، ومانيش عايز اخش مديون، ماشي واحده واحده. بس طبعا النهارده الدنيا كلها غلا، المكسب مهما كسبت مش مضاين اللي وراك، برضه في ازمات جامده. يعني اما يكون محمود جاي اصلا من البحر فبتصل فبقابله، يعني قادر بظروفها بقى، يعني هو مش كل يوم جاي ومش كل يوم هنا، هو مش قادر يعني ما يقعدش تحت رحمتي. اي بقى حد جاي غير محمود اعرفه فبقابله، اللي هي برضه اصحابي اللي انا كنت بسرح معاهم وكده،
فدول ثلاث اربع مراكب مثلا، لما بتلاقيهم جايين فبقابلهم، شغال بقى يوميه، اودي مركب على جاز، اودي مركب على تلج كده. ورجعنا لكم تاني مع احد صناع فيلم بما لا تشتهي السفن، سعد صبحي. سعد كده قول لي انتوا كام واحد اساسا؟ احنا كنا جروب، كنا 27 واحد، مم. بس كنا متقسمين على فيلمين. لا الفيلم ده الفيلم كام ده واحد؟ كنا 13 مم. اشتغلنا عليه. كان في الناس اللي هي كانت مسؤولة عن التصوير، الناس المسؤولة عن المعالجة والإعداد. انت كنت عن ايه؟ أنا كنت مسؤول عن التصوير، كنت في تيم التصوير. مم. كنا 4 بنصور الفيلم يعني. مم. وده اكتشفت إن هو كان صعب جدا. الموضوع كان صعب إن احنا فضلنا هناك نصور 3 أيام متواصلين، وكان في يوم كمان رابع لأن كان في حاجات حصل فيها مشاكل. تمام. واحنا كنا بنصور حوالي في اليوم حوالي 16 ساعة. فده 16 كان عدد ساعة. كبير جدا، وكنا في رمضان. كم كبير، صورت طبعا مشاهد كتيرة جدا ويعني اشكال كتيرة قوي ومشاهد ولقطات كتيرة جدا. مم. قول لي بقى اصعب مشهد انت صورته كان ايه؟ احنا كان في مشهد كان تامر اللي صوره يعني، ده معايا في الفيلم. كان المشهد ان هو كنا بنتنقل من مراكب لمراكب عشان نلحق ان احنا نصور المشاهد اللي هم قلت من البحر وما بينقلوا السمك بتاعهم. مم. وكان كمان في مشاهد كمان اللي هي اللي كان في سفينه كبيره وهي بتنزل البحر، ده برضو كان مشاهد ان احنا كانت شكلها حلو قوي، وكانت من الكادرات العظيمه جدا في الفيلم بتاعنا. مم. وكمان كان صعب احنا استنينا كتير قوي عشان ناخد المشهد زي ده. يعني مشكله الافلام الوثائقيه ان انت ما بتتحكمش في الجو بتاعها. انت مم. بتكون محدد مثلا ميعاد التصوير مع المصدر نفسه، لكن المشاهد نفسها انت اللي بيبقى موجود قدامك اللي بتصوره. ما مم. بتكونش انت مرتب حاجات معينه، او بتكونش حاجات مثلا حاجات تخيليه في دماغك، لان يعني في انت عملت الاخر تخيل معين رايح تعمله، لكن انت شفت الواقع فرض عليك تعمل حاجة تانية. بالظبط. انت لما اكيد. بتيجي تصور حاجه وثائقيه انت في لوكيشن كبير. هل مثلا كان الجو ساعتها مش كويس ولا ايه؟ اللي احنا كنا بنصور في اخر 4 ايام في شهر رمضان. مم. فالدنيا كانت شمس جدا، الجو كان حر جدا، واحنا في راس البر المفروض الجو يكون اهدى من كده. فلا مم. كان في مشكله، وفي ايام ان احنا حصل عندنا مشكله ان لقينا الشمس طلعت بدري زياده عن اللزوم. مم. فطيرت مننا مشاهد معينه كنا عايزين نصورها، لان خلاص الشمس بقت حد قوي ان احنا نصور. فهتلاقي جميل. المشاهد معاك لحد ما محروقه. مم. بس لكن انت مثلا تكون حاطط في دماغك تصور معين، فبتلاقي مشاهد احسن، بتلاقي فيه كمان شوت الواقع ليست بيفرض احسن. نفسه، بالظبط، الواقع ان هو بيفرض كمان نفسه. مكانك تمام. شكله مبهر جدا ان انت تصور فيه مم. حاجات كتير قوي. لما رجعتوا بقى طبعا بعد التصوير بقى، قولي بقى في المونتاج طبعا حطيتوا اغنيه حلوه قوي مناسبه للموضوع، هيلا هيلا يعني. مم. ده اختيارك؟ لا، ده كان اختيار تيم المعالجه، هم اللي قالوا ان نختار الاغنيه دي، اللي هي لحد ما مرتبطه شويه بالصيد، ومرتبطه كمان بالاجواء بتاعه الفيلم. مم. فقالوا ان احنا نحط الاغنيه دي، فدي كانت لحد ما اغنيه مناسبه يعني. في نفس الوقت ان هو حابين نحط عليها شويه مشاهد ليها علاقه بالصيد وجمال المدينه نفسه، مم. عشان المشاهد يتبسط او عينه تتبسط وهو بيشوف المشاهد دي. مم. انتوا كنتوا 4 تصوير وقد ايه بقى اخراج؟ احنا ما فيش تيم اخراج، لكن مم. هو في تيم المعالجه والاعداد. اه. هو ده اللي مثلا عمل السكريبت بتاع الفيلم، وفي تيم المونتاج ده اللي بيوصل له في الاخر الماتيريال النهائيه. وكمان كان معانا معانا ترجمه، لان مم. الفيلم بتاعنا كان لازم يترجم اللغه الانجليزيه. مم. فهنكون عاملين فيلم باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. الغرض من ان انتوا عملتوا ترجمه للغه الانجليزيه، مثلا كنتوا عايزين تودوه مثلا وزاره السياحه يبقى فيه، او بلاش وزاره السياحه، لان انتوا يعني اي نعم في ناحيه جماليه شويه، لكن هي في ناحيه اكتر يعني ممكن نقول وزاره التضامن الاجتماعي مثلا هو نقول لهم مشاكلهم. بيكون في مشاهد ان احنا لازم بنعمله باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، لان مثلا حابين نوديه مهرجان او حاجه. مم. لو حد مثلا مش مصري او ما عندوش اللغه العربيه، يقدر يتفرج على الفيلم ويفهم الفيلم بيتكلم عن ايه. في نفس تمام. الوقت ان احنا كمان بنتكلم عن مشكله او مشاكل ليها علاقه بناس بالصيادين، لكن في نفس الوقت انت بتشوف مشاهد جماليه، في نفس الوقت انت بتشوف حياه ناس تانية، فده بيكون ثقافه للناس التانية. مم. الفيلم عامه كده المفروض ان شاء الله يرجع يتعرض تاني، وكمان اتمنى طبعا من الحكومه انها تاخد خطوه ان هي تحل المشاكل هيتعرض فين؟ بتاعتهم. ده كان مشروع تخرج كليه اعلام. ده مشروع تخرج كليه اعلام. احنا تمام. المفروض ان احنا بعد فتره معينه بعد المشروع بيكون لنا حل ان احنا ننزل الفيلم بتاعنا عادي جدا، مم. بس ده بياخد وقت طبعا. مم. لكن الحلو تنزلوا فين، على السوشيال ميديا يعني تقصد؟ احنا كنا عاملين بيج للفيلم نفسه، بس الكليه قالت ان هو مثلا بعد سنتين او حاجه تقدر تنزل الفيلم بتاعك، لكن في الفتره دي هو مملوك ملكيه كامله للكليه. كليه. بس لكن معاك الحق انت تشارك بيه في اي مهرجان، مم. بس ده يكون باسم الكليه طبعا. تمام. الكليه بقى تقييمها ايه لما شافوا الفيلم؟ الحمد لله التقييم كان لذيذ جدا، ان هم اتكلموا على الفيلم، ان لو الفيلم فيه حاجات كويسه، ان احنا خدنا الموضوع بشكل مختلف. مختلف، ان هم كمان كانوا مبسوطين بالتصوير ومبسوطين
بالحاجات اللي شافوها، ان هم كانوا مبهورين كمان. وكمان اتكلموا عن الصعوبه اللي واجهت الناس اللي بتصور او الفيلم بشكل عام، ان الفيلم صورناه في كذا مكان، وكمان كان لوكيشن مفتوح، فانت بيدخل ناس غصب عنك. يعني حصل مشاكل عندنا ده في يبقى في التصوير. مشكله في الصوت كمان يعني يبقى في مشكله مثلا، في مشاكل كتيره عامه، مشاكل في الحراره، مشاكل في الصوت. احنا حصل معانا ان المصدر اللي احنا بنصور معاه كان بيصور معانا، وفجاه لقينا واحد جاي يتخانق معاه واحنا بنصور. فدي عليه كانت من فلوس ضمن ولا إيه؟ المشاكل، اللي هو انا بصور مع حد والفيلم يعني خلاص احنا مزنوقين عشان بنصور الفيلم، فلقينا واحد البايت بيصور معانا وبيتكلم معانا، فلقينا واحد جاي يتخانق معاه، فالبايت شايل المايك وراح يتخانق معاه. فدي ده المواضيع من بقى ضمن ما بينهم. المشاهد. ايوه بس التقييم بشكل عام الحمد لله الفيلم بتاعنا خد مركز اول اخراج، وخد تمام. مركز ثالث تصوير، فالحمد لله التقييم بتاع الكليه وتقييم اللجنه كان مرضي لنا بس جدا. الاخراج ده مش مقتصر على حد معين، ما انت قلت لي اخراج كان الاخراج ده جماعي. اشتراك جماعي بينا كلنا. فهي عامه الجواز كلها كانت جواز للتيم كله، ان الناس اللي منتجت برضه تعبت جامد جدا في الفيلم، وهم لهم دور كبير جدا في ان احنا ناخد الجواز سواء تصوير او اخراج. طيب قول لي كده، كان يعني قالوا لك مثلا اي كومنتات اتقالت، كان ممكن مثلا تجيبوا حد تاني يتكلم، هو كان تقولوا كان من جهة الكومنتس، اخرى غير المصاعب والمطالب اللي هم عايزينها؟ هم كانوا الكومنتس هم كانوا مبسوطين بالمعالجه نفسها او بطريقه السرد اللي احنا عملناها، بس كان عندهم اتنين كومنتس صغيرين، ان هو فكره ان هو كنا ممكن ندي مساحه للشخص التاني اللي هو كان احمد، كنا ممكن نديله مساحه اكتر من كده، وان هو انتوا كان اعطيتوا مساحة للاولاني اللي هو بيعمل للشبك. الشخصيه بتاعته، وكان عن مشاكل الصيادين، فاحنا خدناه كبطل اساسي للفيلم، هو كاذر ناريتور للفيلم، ان هو يتكلم بشكل عام. ودخلنا معاه احمد، ان هو احمد برضه صديقه وعنده مشكله في الكلى بتاعته، ربنا يشفيه طبعا. فهم اتكلموا ان احنا كنا ممكن نزود دور احمد، او ندخل معاهم مصدر كمان، هو كمان يبقى الفيلم ماشي ان في 3 اشخاص بقدر اتفرج عليهم. وفكره كمان ان هم كانوا عايزين فكره بروي في الفيلم، ان انا احط اصوات البحر او اسمع صوت الموج، ده كان هيفرق معاهم. فدي كانت الكومنتس على الفيلم، يعني كانت كومنتس قليله جدا الحمد لله. وممكن بقى يعني ممكن حد مثلا من المسؤولين يقولوا مثلا طب المطالب دي هنحاول نحققها كذا، يعني ممكن نعمل كذا هو ليهم، احنا تأمين ممكن يعني. كنا حاطين في ضمن المعالجه من المعالجات اللي احنا عملنا كذا معالجه، ان هو يكون في مثلا مصادر من الحكومه ترد عليهم بالظبط. او توفر ليهم. لكن قلنا لا، نركز على الصيادين نفسهم، على المشاكل بتاعتهم اكتر، وفي الاخر يكون نوجه الحاجات دي للجهات المسؤوله ان هم يتصرفوا، او ان هم يحلوا المشاكل بتاعتهم. انما اخدتوا في الاخر امتياز يعني؟ الحمد لله. امتياز. ناويين بقى تقدموا مثلا في مهرجان من المهرجانات ولا ايه؟ ان شاء الله مثلا لما يكون في مهرجانات مناسبه للفيلم بتاعنا نقدر نقدم فيها، واوريدي في مهرجانات ان هي خلاص الفتره الجايه دي هتنزل، فممكن نقدم فيها الفيلم بتاعنا باذن الله يعني. باذن الله. ده كان مشروع التخرج واحنا اتخرجنا كده وخلاص. الحمد لله. حابب بقى يلاقي نفسك اكتر ايه، في التصوير ولا في الاخراج ولا في الاعداد ولا انا كسعد حابب اكتر في حته ليها علاقه بالتصوير وبالاخراج. يعني دي اكتر حته انا حابب اشتغل فيها في الحته بتاع صناعه الافلام يعني الحمد لله. فدي اكتر حته انا حابب اشتغل فيها، عشان انا مثلا ليا افكار معينه عايز اطبقها، عايز انفذها بنفسي. ليا افكار معينه في التصوير عايز اشتغل عليها. بالتوفيق يا سعد، ونشوفك طبعا معانا هنا في افلام تانية كده ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. بشكر طبعا النهارده ضيفنا احد صناع فيلم بما لا تشتهي السفن، سعد صبحي. شكرا لك. شكرا حضرتك. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا. قد ايه فعلا مصر جميله بكل محافظه من محافظاتها، كل محافظه ليها طبيعه خاصه، ليها رونق الخاص بيها. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.